مرحبا بكم. نحن اليوم في المدينة العتيقة وبالتحديد بنهج الشيخ التيجاني، والمناسبة هي افتتاح معرض لحرفي صفاقس في إطار مجموعة حرفيين بلا حدود الذي ينتظم أيام 10 و11 و12 أكتوبر بدار بيا بصفاقس. إذا ندخل دار بيا وندخل إلى معرض حرفي بلا حدود. صباح الخير. صباح الخير مدام ساندرا، أنتم تقدموا في دار بيا معرض للحرفي صفاقس في إطار مجموعة حرفيين بلا حدود. تجربش تقدم لي الإطار العام لهذه التظاهرة؟ مرحبا بكم. احنا محتفلين باليوم العالمي للحرفيين، مجموعة حرفيين بلا حدود. نظمنا المعرض هذا بدار بيا، معناها تشجيع منا على الصناعات التقليدية وحياة تراث البلاد العربي. إذا تقدم لنا الناس اللي تعرض. اليوم معنا حرفية ليلى، هي حرفية في الحقائب اليدوية. تبارك الله عليها، صنع يديها. قلت لي اسمها؟ ليلى عبد الجواد. ليلى عبد الجواد. معنا السيدة منى عبد الكافي، حرفية في الملابس التقليدية. تنجم تعرف لنا بالمنتوج نتاعها؟ تفضل. احسنت والله. لو كان نحكوا شبيه بقفاطن حاجه تراديسيونيل على الموديل. وتوا معنا الانسه لميا عمران، هي اختصاصيه في لي زانفيتاسيون تراديسيونيل، متخرجه من معهد الفنون والحرف. وفي الركن الاخر من البيت معنا منيره الزاهي، حرفيه في الحلويات التقليديه وغير التقليديه بجميع انواعها. والآن معنا الأخت مديحة ترابلسي، هي اللي متحصلة على الجائزة الأولى في الخمسة الذهبية لسنة 2015-2016 في الملابس اليومي والملابس الأعراس. احنا في بهو دار بيا، ومعنا الأخت صوفيا المكور، هي حرفية في صناعة الكروشيه. تبارك الله عليها. الأخت كرام الملولي رجعتنا لجدادنا، ماكلة جدادنا وطبيعتنا وعلى تراثنا وتقاليدنا، من زميت للبسيسة للعريسة للعروس للتقطير، كل ما يهم المشروبات الطبيعية. زادة عندنا الحرفية عايدة الحكيم، الحرفة نتاعها هو كل ما هو ريسكلاج. بالنسبة لحقوق الطماطم كيفاش نرجعوهم، للحقوق النسكافيه، كل ما هو حاجة نكونوا احنا باش نطيشوها كيفاش تولي. وتوا معنا في المركز تاع لاسا هذايا للأعشاب الطبية، اسمه محمد كمال العيادي، حرفي وطبيب بالأعشاب الطبية. توا معنا عصام الجمل، حرفي باللوح الزيتون، وهو من ذوي الاحتياجات الخصوصية. ربي يعينه وربي يوفقه. حبيت نتدخل في اللحظة هذه. هو أصحاب أو منظورين من أصحاب الحاجيات الخصوصية، حقيقة بلادنا هي قدمت باعتبار أو بالسنوات الفارطة قاعدة تقدم، وإن شاء الله أبنائنا مثل عصام يلقاو المجال مفتوح أمامهم لمزيد العمل والاندماج في المجتمع إن شاء الله. إذا بدار بيا قدمنا لكم اليوم المعرض الأول في الدورة الأولى لمعرض الحرفيين لمجموعة حرفيين بلا حدود مع السيدة ساندرا. سيدة ساندرا، الكلمة الأخيرة لك أنت. والله الكلمة الأخيرة إن شاء الله يكون معرض معناه يتكلل بالنجاح، ونشجع الحرفيين كونهم هما ديما نقفوا يد واحدة مع بعضنا في الكبير وفي الصغير، ونتمنى لهم الناس كل النجاح. وأنا حاب نقول لك في الأخير أن أمثالكم من النسوة أو من الرجال تعطوا مثل هذا النشاط الحرفي، أن الحرفيين هم جزء من التراث ومن الحياة ومن ثروة بلادنا، وبلادنا أيضا يلزمها تشجع الحرفيين لأنهم لهم دور في التعريف بتراثنا وبالمنتوج نتاعنا. شكرا لك. شكرا لك. أترككم إذا مع هذه الصور من دار بيا
وأيضا مع تراث صفاقس ومع حرفي صفاقس، وإلى اللقاء.